ازاي تختار شركة السوشيال ميديا اللي انت هتتعامل معاها وتديها الصفحة بتاعتك؟ بص يا سيدي، اول حاجة حسب البيزنس بتاعك. يعني لو انت ريل استيت او انت عربيات ليك طريقة، لو انت بتبيع منتج اونلاين ليك طريقة تانية، وحسب البلاتفورم اللي انت تشتغل عليه. طيب اول حاجة فيسبوك اللي هو ميتا، اللي هو فيسبوك وانستجرام. اهم حاجة بص بقى، يعني ما تبصش على حاجة تانية، ده ممكن تخلصها في 5 دقايق. اي حد هيدير لك الصفحه تخليه يوريك حاجه اسمها allocated audience. يعني ايه allocated audience؟ لما واحد بيشتغل الشغلانه بيبقى عنده حاجه اسمها بزنس اكاونت. اوكي، والبزنس اكاونت ده بيخليه يخش على صفحه. كل ما تخش على صفحه بتعمل حاجه اسمها allocate audience. ده اول حاجه لازم تعملها كواحد يعني بيشتغل الشغلانه دي بجد، مش مجرد هاوي. اوكي، ايه الالوكيتنج اودينس؟ انا دلوقتي دخلت على صفحه بتبيع منتج ب 200 جنيه، والصفحه دي بتعمل اعلانات بقالها سنتين. طيب مش في ناس بتبعت؟ هو ده بقى الالوكيتنج اودينس. انا بقول له الوكيت لي الاودينس بتوع الصفحه دي اللي بعتوا مسجات في اخر سنه، اوكي، كلهم وحطهم لي في فايل. فده بياخد وقت، وفي نفس الوقت بيديك معلومات تقدر بقى تميكس ده ما بين 5 صفح، 6 صفح، 10 صفح. واحد بيبيع مثلا في منتجات من 200 ل 300 جنيه، واحد بيبيع منتجات سيدات بس، واحد بيبيع منتجات رجاله بس، واحد بيبيع وات ايفر. بس انت لازم تدور على واحد عنده الوكيتد اودينس، ناس شبه الناس اللي انت بتبيع لهم في نفس الفئه. هو ده اهم حاجه تبص عليها. طيب لما واحد بيخش على صفح كتير بيبقى عنده زي البورتفوليو بتاعه في انواع اودينسز كتير، فبالنسبه له بيحصل ايه؟ بيجي يحط الاعلانات. لو انت مثلا الكوست عشان المسج الواحده بيبقى 20 جنيه او 25 جنيه، هتلاقيه نزل ل 2 جنيه. وهو ده الفرق ان واحد بقاله فتره في الفيلد ولا لا. عشان كده معظما الناس بره بيعملوا ايه؟ بيروحوا بيقول له دخلني على الصفحه بتاعتك يا الوكيت اودينس ويطلع، لانه ما بيضروش في حاجه، بس مجرد خد الاودينس بتوعه اللي بعتوا مسجات او اللي تفاعلوا معاه او اللي عملوا كذا. ليه؟ لان كل اودينس هتستخدمهم بطريقه. لو انا كلاينت عندي لا هو براندنج بس، يعني ايه؟ يعني في حاجات زي مثلا شركه زي سوني مثلا. شركه سوني لا دي بتبيع منتج، بس لو شركه بتعمل براندنج مجرد بس ان هو عاوز يظهر الحاجه بتاعته، البراند بتاعه، انت هيبقى فارق معاه التفاعلات. يعني ايه فارق معاه؟ ان الناس تكومنت، وفارق معاه ان الناس تلايك. دول انواع ناس برضو هتبقى عامل لهم الوكيتنج اودينس، فبحيث ان الهدف اللي انت عاوز توصل له باقل سعر. بس ازاي؟ ان انت عندك الناس بعد ما بيبقى عندك الالوكيتد اودينس بتيجي تظبطهم على العميل الجديد. ازاي؟ ان انت بتعمل حاجه اسمها لوكا لايك اودينس، شبههم بقى. يعني انا دول اللي بعتوا مسجات عشان يشتروا منتج ب 300 ل 500 جنيه، انا عاوز اللي شبههم بس بقى بمواصفات معينه. انا عاوزهم بقى ايه؟ 6% شبههم ليك لغايه 10%. فانت ايه؟ بتبقى بتتعامل بالطريقه دي. فاللي بيشتغل الشغلانه فاهم هو بيعمل ايه، هو مش داخل يجرب، هو عارف بالظبط انا هعمل ايه. بالنسبه في فيلدز مش من نصيحه مني، لو انت فيها زي الاكل مثلا ما تحاولش تعمل عروض وتبيع اونلاين. لا يا باشا، اشتغل مع طلبات، ده اسهل لك. بياخدوا نسبه عاليه، ما باليد حيله، بس فعليا الصرف عندهم كاعلانات بيديك افكت اعلى. ده من ماي اكسبيرينس. الريل استيت لا، ده شغلانه تانية خالص، وانا اي ريكومند فيها جوجل اصلا، ما بريكومندش ولا فيسبوك ولا انستجرام، لان انت اكنك اعمى. ليه؟ لان الداتا اللي على فيسبوك نفسها اللي بيتارجتوا بيها بايظه شويه بسبب الريل استيت، من كتر الاعلانات ومن كتر الحاجات اللي بتحصل. فالداتا عمرها هتبقى اخرك، عشان كل 100 ليد هيجولك هتقفل مع واحد. النسبه لو جبت 1% انت كده تمام. هو النسبه الطبيعيه بتبقى 0.8 0.7% من العدد. يعني لو 1000 هتقفل مع نسبه بسيطه. ورثت في الاخر. ورث ات. ليه؟ لان لما بتيجي تحسبها هي انت كوست بير ليد، لا انت ما بتحسبش الليد والواحد، انت بتحسب كل الليدز اللي انت جبتها دي وقفت عليها بكام. لو الليد وقف عليا ب 1000 جنيه فور اكزامبل، يبقى انا جبت 100 ليد، يبقى دول ب 100000 جنيه. انا قفلت مع كام منهم؟ مع واحد. طب كويس الحمد لله، قفلت مع واحد. مكسبي منه كام؟ مكسبي منه 20000 جنيه، 30000 جنيه، 100000 جنيه، حسب النسبه بتاعه الوحده اللي بتتباع، لان كل مشروع ليه افريج برايسز مختلفه. فساعتها تقدر تحسب اذا كانت هي كسبانه ولا خسرانه بالنسبه للفيسبوك. بس من وجهه نظري انا لا، انت دايما تشتغل في الريل استيت بول استراتيجي. اوكي، ليه؟ لان انا دلوقتي عاوز اللي بيدور، انا مش عاوز اطلع وخلاص واحاول اقنعك ان انت تشتري. بالنسبه لحاجه كبيره بيبقى اكتر اللي بيدور ده البوتنشال كلاينت بتاعي. بلس ان
هنا في الفيسبوك انت بتجيب اسمه ليدز، لكن الناحيه التانية عند جوجل انت مش بتجيب ليدز، انت بتجيب ريكوست، وده فارق كبير جدا. ليه؟ لان هو دخل على الويب سايت بتاعك، شاف البامفلتس، بعت اسمه ورقم تليفونه. ده مش ليد، لا ده ريكوست، ده واحد طالب هو عارف هو عاوز ايه وشاف كل حاجه، فداخل على الويب سايت عشان يبعت لك حاجه معينه. الشطاره ان انت تطلع له في الاول، وفي نفس الوقت ما تطلعش لحاجات ملهاش معنى. يعني ايه مثلا؟ لان بالذات في الريل استيت دي مشكله في الجوجل، النيجاتيف كي ووردز. ليه بيحصل؟ مثلا واحد ديفلوبر عنده الكلاب هاوس بتاعه شغال، ففي ناس بتدور على الماب، فبتكتب اسم الديفلوبر وبعديها كلاب هاوس ماب، فانت بتظهر له، بس انت بتبيع او بتأجر، فانت بتظهر بيتاخد منك فلوس على الفاضي. فعشان كده ما بتبقاش اوبتمايزد، معظم الناس بتعملهاش اوبتمايزد، فالريزلت بتاعتها ان بيقف عليك الليد ب 3000 جنيه و4000 جنيه. فطبعا يعني صعبه جدا ان انت تريسك حاجه زي كده اهوت. بس في الاوفرول التقفيل من الطريقه دي بنتكلم في 50% و60%، من كل 10 6 هيقفلوا معاك، بس لو بعتوا. فاهمني؟ فجيف اور تيك. العربيات بيبقى نفس الحاجه، بس الموديل